لا سلام للفاصعين العرب والمنبطحين من شعوب وحكام وملوك ورؤساء، لا أستثني الشعوب، لا أستثنيكم بالخليج ولا في الأردن ولا في أي دولة مطبعة. حطوا إسرائيل على جنب وحطوا أمريكا على جنب. هسا أنتم يا قاذورات العرب، والله ما مر في التاريخ الإنساني إذلال وانبطاح وخراء مثل وضعكم اليوم. قطر، حلج، ملج، أردن، سمي ما تسمي الشعوب. انتو في البحرين أو السعودية أو الأمارات أو سبوا عليه كيف ما تسبوا، والله ما انتو شعوب. اشهدوا الله ما انتو شعوب. والله خذلتونا، والله فضحتونا، والله ما انتو بني آدمين. الله أكبر. قواعد بالعشرات أمريكية، جنود بعشرات الآلاف بدافعوا عن شرفكم. شعوب انتو مذلولين من قبل الحكام. اوعوا تفكروا انتو ملاح، انتو مش ملاح ابدا. انتم مثل جماعه الضفه الغربيه ومثل شعبنا الفلسطيني اللي مبطوح على بطنه مع ابو مازن. كلكم نفس الخرا. والله ما انتم بني ادمين. الاذلال اللي انتم فيه، الاذلال ما مرش في التاريخ الانساني. يعيب عليكم، يعيب على شرفكم. بيطلعوا من عندكم القواعد بتهاجم ايران. ولكم من وين انتم؟ ولكم شو ربنا صنعكم؟ والله يلعن ابو سايكس بيكو اللي وصلنا لهذا الموصول. اذلال عائلات، عائلات. ما زلنا من 1400 سنة نتحكم بعائلات حاكمتنا، عائلات قاعدة في الخليج وفي كل المناطق العربية المطبعة، وبتذل هذا الإذلال لشعبها ودايرة ضد عقيدتها وإسلامها. ومين هم؟ أهل السنة والجماعة. ولكم أنتم أهل الصن والجماعة، ولكم أنتم صني، ولكم أقسم بالله الرسول بيخجل منكم. أقسم بالله ما أنتم مسلمين، ولكم حرام الإسلام فيكم من الداخل الفلسطيني، من عند العرصات اللي بتنسكوا معاهم والعرصات اللي بتدافعوا عنهم. ابن كعوش يغرد خارج سرب كفار العرب.